صباح الخير عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. فكرت كده، شفت اكتر من شخص، لقيت اشخاص كتير قوي من العرب اللي موجودين في امريكا مهتمين بالفيديوهات بتاعه الناس اللي بتعملها هنا. فقلت خليني احاول بقى الفترة الجاية شوية نعمل نوع جديد من الفيديوهات نشارك بيها بعضينا، يعني تكون موجهة اكتر للناس اللي عايشة هنا. وطبعا الفيديوهات دي برضو ممكن الناس تاخد فكرة او خلفية قبل ما تيجي هنا. هسمي سلسلة كده، هسميها مثلا بفكر اسميها المهاجر. انا كنت عملت سلسلة قبل كده، كنت بحكي انا بدأت ازاي وكنت بعمل ايه ومن ساعة ما بدأت من البداية خالص، على اعتبار من تحت الصفر. ف فكرت بقى، قلت خلينا نعمل فيديوهات دي موجهة اكتر للعرب اللي عايشين هنا في امريكا. وطبعا اتشرف بتعليقاتكم، لو اي حد عنده فكرة او اي اقتراح او اي حاجة يكتب تحت وخلينا نشارك بعض نستفاد بيها. شفت انا بعض التعليقات، كان بعض الناس بتتكلم على الفيديو اللي انا كنت بتكلم عن مينيسوتا، خاصة عن عم ميسو. فشفت تفاعل وشفت الناس بتتكلم وبتحاول تشرح تفهم بعضيها، وجهة النظر. لان زي ما انا قلت، انا بالنسبة لي لما جالي الفيديوهات بتاعت عم ميسو، الفيديوهات كانت جايه لي ايه يا عم، انت ازاي بتقول ان انت بتصرف 100 و150 والراجل ب $40 بيروح يجيب ويعمل؟ فانا بدات اوضح، لان الناس اللي واصل لها متخيله ان مثلا هو المدينه اللي هو فيها دي هو الولايه كلها، بينطبق على الولايه كلها. فطبعا ظهر لنا بعض الاشخاص موجودين في الولايه، بعضهم اكد كلامه وبعضهم كذب كلامه بناء على برضه المدينه اللي هم ساكنين فيها. فعجبني الموضوع فخلينا نستفاد من بعضينا، لانها حاجه كويسه. طبعا اول فيديو النهارده عاوز اتكلم عن حاجه حصلت معايا، واتمنى تفيد الناس التانية. انا يا جماعه من اسبوعين كده، طبعا كان درجه الحراره 12 تحت الصفر، ماينس 12. الجو كان تلج جدا، سقع. خرجت من الشغل طلع لي علامه التاير. انا دايما بتاع لي العلامه، بعرف ان هي عاوز هوا بس، مشكله في عربيتي ما بتقوليش بقى ان مثلا ده التاير مقاسه بقى كذا او كده. فانا كبرت دماغي وقلت كمل امشي، لما ابقى اشوف جاز ستيشن او حاجه ابقى ازود الهوا واكمل طريقي. فمشيت بالظبط 4 دقايق من الشغل. انا طبعا شغلي المكتب اللي بشتغل فيه بعيد عن البيت بساعه ونص سواقه. تمام. الجو كان ساقع جدا. على حظ اليوم ده اصلا رحت الشغل وكنت ناسي الجاكيت، انا ما كانش معايا جاكيت لان كان الجو حلو الصبح. زي ما بقول لكم، شايفين الشمس طالعه ازاي، بس الجو ساقع. فانا طلعت بقى عمال بطلع الزباله ومش عارف ايه وبعمل شويه حاجات بره، نسيت الجاكيت ومشيت. قلت لا، ده الجو حلو. تمام يا جماعه. 5 دقايق بالظبط مشيت من الشغل، لقيت العلامه طبعا طالعه، لقيت صوت بره تك 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 تك. قلت اوف، ده شكل العجل نامت. معايا طبعا انا اللي هو الستيبن سبير تاير، ومعايا عده، بس مش عده اللي هي احسن حاجه برضه. قمت واقف على جنب، نزلت لقيت التاير نايم على الاخر، فلات تاير على الاخر على الارض. قمت بقى جبت العده، حاولت افك التاير طبعا من السقعه اصلا، المفرزه اللي هي اللاج نات او المسامير بتاع العجل مستقه، مش بتتحرك خالص. فضلت احاول احاول احاول، مفيش. طبعا انا واقف في طريق رايح جاي وضيق جدا، وعربيات كتير بقى خارجه من الشغل، كله عاوز يروح وعمالين يزمروا ويعملوا. كذا حد شاور لي محتاج حاجه، قلت لهم اتس اوكي. كلمت حد، تمام تمام. فضلت احاول، مفيش. طبعا انا بدات بقى اتضايق، قلت خلينا اشوف جاز ستيشن قريب احط هوا مثلا. فلقيت اقرب حاجه دقيقتين، فانا قلت دقيقتين هتكمل عادي، امشي على العجل وهو كده. مشيت على العجل، على بال ما وصلت للجاز ستيشن العجل كانت فرتك خلاص. ف طبعا اتصلت بتو كومباني ومش عارف ايه، لقيتهم بيدوني ديلز كلها 570 600 مش عارف ايه. يا ربي اعمل ايه، خليني احاول افك التاير تاني. فضلت احاول من كتر بقى من جو برد، وانا اصلا ما معيش جاكيت والكلام ده كله. فضلت احاول كسرت واحد من المسامير دول، مش كسرته، المسمار بيبقى فيه زوايا كده. انا قمت بقى من كتر ما بشد بوظت الزوايا بتاعته.
فكنت قدرت افك 4 والخامس ما قدرتش. من هنا لهنا كلمت رود اسيستنت، كنت انا اصلا خلصت عندي الانشورنس بتاعتي، كلمتهم فقالوا لي اوكي $85 وهنشيل لك الطياره. قلت لهم تمام زي الفل تعالوا. طبعا ده كله كانت الساعه، كان من الساعه 6 وصلت الساعه 10، هنبقى عندك ربع ساعه. قالوا كمان 10 دقايق، كمان 5 دقايق، وصلوا الساعه 11. جه بتاع الرود اسيستنت خليني افك التاير. كنت انا طبعا في نفس الوقت بحاول اجيب ديلز ومش عارف ايه للتو تراك، فكنت وصلت الديل $300. فجه ده بقى في الاخر يفك التاير، ما رضيش يتفك بس، وعاوز يسيبني ويمشي. قلت له بليز مان اعمل لي استيميت وشوف هتقدر توصلني البيت بكام بالتو تراك. فقام قايل لي 580. قلت له مان انا كان جاي لي 300. قال لي 500 او همشي. انا المانجر بتاعي قال لي 500 او امشي، مش هقدر انزل عن كده. قلت له يلا بينا. روحت. ننسى بقى القصه دي عادي يعني، انا اللي حصل حصل، ما بتعلمش ببلاش. بس الدروس المستفاده، النصيحه اللي انا عاوز انشرها مع الناس. تعالوا بقى معايا كده، هروح الترانك اوريكم. هي دي بقى اللي انا بحاول اتكلم عنه بقى في الفيديوهات الجديده. فتحت الترانك، طبعا انا بسافر على طول، فبقى معايا العده بتاعتي. بصوا دي يا جماعه مهمه جدا، بالذات في الساعه اللي احنا فيها. انا ممكن احط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. دي الاير بامب عشان تنفخ الهواء من العربيه. انا طبعا لو كانت دي معايا كانت حل الموضوع. بس ده اللي انا كنت عاوز اقوله. دي انا جبتها ب $35، كانت هتوفر عليا ال $500. ومش ال $500 بس، يعني التعب اللي انا تعبته. انا وصلت البيت يومها الساعه 12:30 بالليل، وكان عندي شغل تاني يوم. اتبهدلت، وطبعا ما قدرتش اروح المكتب بعديها عشان افك التاير. اشتريت تول تانية عشان افكها. بس نصيحه رقم 1، خلوا معاكم جاكيت زياده في العربيه طول الوقت، بالذات في الجو اللي احنا فيه ده. لو في بطانيه زياده حطها معاك، عشان لو انت استقيت وقعدت فتره طويله زي ال6 ساعات دي. انا عربيتي اصلا كان برضو كنت عاوز احط جهاز وجهاز الهواء ده مهم جدا جدا جدا. اتمنى يعني الفكره اكون يعني نشارها مع بعضينا كده. اهم حاجه جهاز الهواء ده يكون معاكم كلكم طول الوقت، بالذات في المناطق اللي فيها برد كده. شكرا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.